ويا صباح الفل من سلسلة فيديوهات السعي لبيت نضيف ومرتب قبل رمضان الجزء الرابع. عندنا الجزء ده من المطبخ وهقول لكم ازاي المنظر التحفة اللي قدامكم ده عملته وما كلفنيش اي حاجة، بس تابعوا الفيديو للاخر. اول حاجه بدات بيها هو الديب فريزر، لان بقالي فتره كنت سايباه لحد ما اخلصه افضيه كله يعني علشان انضفه تنظيفه محترمه قبل رمضان. عايز يتغسل كويس جدا علشان نبتدي بقى تفريزاتنا والحاجات والمشتريات اللي احنا محتاجينها لشهر رمضان ان شاء الله. ففضيت كل الادراج ودخلت بقى على الحمام بالرغوه كده وغسلته غسله محترمه جدا وسبته ينشف خالص براحته لاخر اليوم. وبعد كده سبت الباب مفتوح علشان ما يعملش كمكمه اللي هو باب الديب فريزر. وبعدين لقيت جوزي داخل عليا بالطماطم كمية محترمة يعني ما شاء الله اللهم بارك. غسلتها كويس جدا وقلت اشيلها بقى بالمرة قبل ما ابدأ تنظيفات. الناس كلها ما شاء الله بتعمل من الطماطم بتسبك بقى وتشيل على الوجبات وكده، الا احنا ما بناكلوش حاجات مسبكة تقريبا يعني نادرا، ومش بناكل حاجات فيها صلصة كتير. فبالنسبة لي ان انا في تفريز الطماطم بغسلها وانشفها كويس جدا وبسيبها سليمة قبل ما احتاجها، يعني بطلع الكمية اللي انا عايزاها على الطبخ وبلاقي بسيبها مثلا نص ساعة بلاقي القشرة اللي بره بدأت تفصل عن لحمة الطماطم. باشيلها واقوم ضاربة الطماطم بقى واقطعها واشوف انا هستخدمها في ايه يعني. هنا فرستها شلت الطماطم اللي هتستحمل التفريز وبقى عندي جزئين، جزء ضربته لان هو كان مستوي قوي وشيلته مضروب، والجزء التاني كان جامد قوي قلت بقى ايه يعني هستعمله خلال الكام يوم دول. عايزه اقول لكم الطماطم اليومين دول ما شاء الله سعرها كويس جدا، فاللي ملحقش يروح يجيب على طول دلوقتي. بعد كده بقى بدأت ان انا اول حاجه بعملها في المطبخ بنزل يعني بفتح كل الدواليب واعيد ترتيبها تاني. وفي حاجات مثلا ببقى خلاص مش محتاجاها، حاجات عايزه انزلها تحت، حاجات اطلعها فوق كده يعني. وبعدين شلت الورق الفوم اللي انا كنت حاطاه بين الدواليب ده، عندي بقاله سنتين وهو حلو وبحبه كل حاجه بس خلاص زهقت منه. قلت بقى ايه يعني تغيير برضو قبل رمضان. جبت الشكل الرخامي ده، الرول ده مقاسه 60 سنتي في طول 5 متر، كنت جايباه ب75 وممكن تلاقوه اغلى او ارخص من كده. انا قلت بالمرة هعمل بيه الحيطة بتاعة المطبخ كلها اللي عندي، وكان ناقص حتة كده تاني يوم كملتها اللي هو الجزء ده. وهنا بقى بصوا بقى، انا كان نفسي جدا من زمان اعمل الفكرة دي وكل مرة كنت بكسل او لسه مش عارفة انفذها ازاي، فعملتها الحمد لله. انا عايزة رفين كده ديكور، لان انا المطبخ عندي ما شاء الله اللهم بارك مساحته حلوة قوي والحتت دي كلها فاضية، فكنت عايزة اعمل ايه حاجة ديكورية كده. والحامل ده كان من ايكيا وكان عندي كنت حاطاه بين الوحدات ومعجبنيش في مكانه وقلت اشيله. الأرفف دي بقى جبت لها يا دوب الحامل اللي هو الزاوية ده الواحد، يعني جبت 4 مش فاكرة الواحد كان ب5 جنيه ولا ايه. وعايزة اقول لكم اللوحين دول بتوع مولى السرير، سراير الأطفال عندي خدت من كل سرير واحد لحد ما بقى اجيب لهم مكانهم. وجبت راجل بالشنيور كده خرم وركبهم وبس كده، مش محتاجين اي حاجة، الموضوع مش مكلف خالص. بس عايزة اقول لكم فرقوا جدا جدا في شكل المطبخ. حطيت عليهم بقى ديكوراتي وحاجتي. السبيتة الصغنونة دي عاملة واحد للبصل وواحد للبطاطس، والصغنن ده حط فيه توم زي ما شفتوا كده. والحاجات اللي هي الخشبية الكوباية والبراد والحاجات دي انا كنت شارياها اصلا في شواري وبنتي بقت بتلعب بيهم دلوقتي، بس قلت شكلهم حلو قوي هنا في المطبخ. حطيت بقى ازازة الخل والزيت وكل شوية هتلاقوني بغير. بصوا بقى الفكرة التانية، ده برواز انا كنت شارياه بيتلف الناحيتين تمام. والورق اللي كان فيه ده انا برضو كنت قصاهم من مجلة، كان عاجبني وقصتهم وحطيتهم. فطبعت له بقى الصور الجديدة دي برضو نزلتها من على النت، طبعتها. وبصوا هنا يعني افكار كده بديكوا افكار اهوت من غير يعني من غير فلوس مش مكلفة يعني. بص بقى منظره تحفة، انا عايزة اقف هنا كل يوم بدخل في المطبخ اقف شوية وايه واطلع، ودي احلى فقرة بقى في المطبخ كله. الفكرة اللي بعد كده بقى التربو ده خلاص ما بقاش عندي مكان احطه في المطبخ علشان ما يبوظليش الدنيا ويعمل لي زحمة ومش محتاجاه بره خالص. فغسلته وقلت هشيله بقى ايه، هو بيتفك قلت هحطه تحت السرير مثلا لحد ما ممكن احتاجه في اي وقت تاني. وبعدين جات لي فكرة وانا بفك ان انا ممكن اخد اول درجين دول ولقيت لهم مكان تحت الحوض بتاع المطبخ، هو المكان ده فاضي. فقلت بقى احط فيهم المسامير والعدة والحاجات اللي هي بتبقى كركبة دي في البيت هلمها كلها في مكان واحد. وبصراحة طلعت فكرة حلوة قوي
عملية جدا. بصوا شكله منظم جدا، بدل ما يبقى فيه كركبة وحاجات كلها باينة وكده وتضايقني، لا هما كأنه منظم كده لوحده، وصراحة عجبتني الفكرة. والجزء الباقي منه بقى هشيله بقى تحت سرير او حاجة لو احتاجته. هنا بقى قلت اغير بالمرة الجزء ده، عندي عاملاه بقاله كتير. وبصوا كنت عاملة الحامل بتاع البوت اللي هو الزرع، والحامل الطقم التوزيع ده من برطمانات، شلت عليها الستيكر وعملتها كده. يعني بصوا الافكار عندكم، افكار كتير جدا، ومش لازم تكلفي نفسك وتشتري حاجات كتير وتزنقي نفسك عشان انتي مثلا عايزه تعملي حاجه مختلفه. ما تركزوش مع الفيشه، لان انا كنت بجدد فيها بحط لها مكان زياده يعني، ولسه ما جبتلهاش وجه. بصوا بقى بدلت القديم بالجديد بايه، برطمان عندي ازاز عادي حطيت فيه الزرع، والتاني ده البوله ديت مش فاكره هي كانت بتاعت ايه اصلا، عملتها لطقم التوزيع. وكل شويه بحب اغير من هنا لهنا ومش بكلف نفسي حاجه. يعني انت لو عندك برطمانات ازاز شفافه هتنفعك، لو عندك اي حاجه يعني ابتكري وبدعي كده من الحاجات اللي عندك في البيت، ما تكلفيش نفسك فوق طاقتها. اتمنى اكون فدتكم بشويه افكار ولو بسيطه، وشجعتكم ان انتوا تقوموا تخلصوا اللي وراكم. دعمكم بيفرق جدا معايا. هستنى اللايك والكومنتات والاشتراك في القناه.